إخواني أخواتي السلام عليكم. نتمنى إن شاء الله تكونوا كتشوفوا هذا البودكاست ديالي وانتم في أحوال وصحة جيدة. إن شاء الله في هذا البودكاست هذا غادي نحاولوا نهضروا على واحد الموضوع اللي هو مهم جدا، واحد الموضوع اللي كيقيس كل واحد وكل وحدة فينا، اللي هو تقبل المرض. كيف ما كنعرفوا تقبل المرض ماشي ساهل أننا دغيا نتقبلوا الخبر ديال أننا مرض، سورتو إلا كان شي مرض خطير وكيبغي وقت ومجهود كبير. ولكن ان شاء الله في هذا البودكاست هذا غادي نهضروا بيناتنا وغادي نناقشوا جميع الخطوات اللي نقدروا نتعايشوا بها ونعيشوا واحد الحياة اللي مزيانه رغم المرض ديالنا. وتقبل المرض ضروري يكون بالتدريج، يعني سواء هذا المرض كيف ما قلت لكم بسيط او لا مزمن او لا حتى مرض خطير. اولا تقبل المرض كيدوز من مراحل شبيهه بمراحل الصدمه او الحزن، ماشي بالضرورة يعني كل شيء يدوز بنفس الترتيب، ولكن الوعي بهاد المراحل كيعاوننا بزاف. وغادي نذكر المرحلة الأولى، مرحلة ديال الصدمة والإنكار. أولا الإحساس كتكون يعني كتحس بواحد الصدمة اللي هي كبيرة بزاف وكتبادر للذهن ديالنا بزاف ديال الأسئلة. كنبقاو نقولوا علاش أنا بالضبط اللي تصابيت بهاد المرض، وكنبقاو يعني واحلين بين الحقيقة وبين الخيال. واش بصح أنا مصاب بهذا المرض؟ يعني هذه المرحلة فاللي خصكم تعرفوا بأنها طبيعية جدا، حيت الخبر في حد ذاته كيجي غير متوقع وكيجي بحال الصاعقة. وهنا غادي ننصحك أخي أو أختي أنك ما تنكرش الأحاسيس ديالك، بالعكس خلي راسك تحس بهذيك الصدمة، ولكن كن منطقي وفكر مزيان. وأكيد هاد المرض يعني ما ندخلش نتعمق في هاد الحزن ديالو حتى نأكد التشخيص ديالو من عند طبيب واحد أو جوج ونتأكد بأن المرض كاين. المرحلة الثانية اللي هي مرحلة الغضب، يعني كتولي معصب مع راسك، ما متقبلش المرض، معصب مع الأطباء ديالك وكذلك حتى الناس اللي دايرين بك. وهنا غادي ننصحك أنك توجه الغضب ديالك بواحد الطريقة اللي هي إيجابية. فهاد الطاقة يعني ديال الغضب ضروري أننا يعني نغيروها أو لا نستخدموها مثلا باش نبحثوا على العلاج. نحاولوا نديروا بعض التغييرات اللي تكون صحية في حياتنا. ممكن نهضروا يعني مع شي حد ثقة اللي تيكون قريب لينا باش نسبيا هاد الغضب تيبقى غادي وكيخفف. ومن بعد ما كدوز من هاد المراحل ديال التخبطات وديال الصدمة وديال الغضب وديال الحزن، فأكيد غادي تجي المرحلة ديال التقبل، ضروري منها. مرحلة ديال التقبل يعني كتوصل لواحد القناعة بأن هذا هو واقع ديالك جديد. كتقبل المرض ماشي بمعنى كتستسلم ليه، ولكن معنى كتقرر تعيش أحسن ما يمكن معاه. يعني كتحاول تعيش حياة اللي بسيطة وهادئة بوجود هذاك المرض، وهذا هو التقبل. وهنا غادي ننصحك انك تركز على اشنو ممكن دير عوض اشنو خسرتي، يعني ما تفكرش نهائيا في اشنو خسرتي او لا اشنو غادي تخسر. هنا خصك تفكر اشنو غادي دير باش تزيد لقدام. غادي تحط اهداف اللي تكون صغيره واقعيه ومرتبطه يعني بالعلاج ديال المرض، مثلا كالحميه كالتغذيه الا كانت غادي تنفعك يعني في علاج هذا المرض. ودير ثاني اهداف اللي هي كبيره، هي انك تكمل في الحياه والمسار ديالك بطريقه عاديه، يعني في السفر ديالك، في العمل ديالك، في ممارسه الهوايات ديالك كذلك. وهنا ملي كنهضروا على التعايش مع المرض فما كنهضروش عليك انت بالضبط اللي مريض، وانما حتى الانتوراج ديالك. المرض ماشي ديالك بوحدك ولكن ديال الاسره كامله. وهنا غادي ننصح يعني ببعض الخطوات اللي تقدر ديرها داخل الأسرة. أنك أولا يعني تكون صريح وواضح يعني مع الناس القرابين ليك، الناس ديال العائلة ديالك، باش تهضر معهم على طبيعة المرض ومثلا شنو كيتطلب باش تعالج مثلا من هذا المرض، كيف ما قلت لكم كحمية معينة ولا المواعيد ديال الأدوية. يعني هنا تقدر تهضر مع الناس اللي كتحس بهم قراب لك في العائلة ديالك. وتاني حاجة كنصحك بها أنك ما تحملش المسؤولية لراسك بوحدك، يعني ممكن تطلب من الناس العائلة ديالك، الأخت ديالك أو الأخ ديالك، يعني يفكرك بمواعيد ديال الدواء، مثلا الأب ديالك الأم ديالك، يعني يتعاونوا معاك باش يمشيو معاك مثلا المواعيد ديال الطبيب. يعني هنا كتحس نسبيا بأن مسؤولية كتنقص عليك وحتى داك العيب ما تيبقاش متقل عليك.
أما التعايش مع المرض داخل الأسرة ديالك الصغيرة فما خصوش يكون هو الموضوع الوحيد اللي كيروج داخل البيت. يعني نخصو كيتا الاستمتاع نتعايشوا بطريقة اللي عادية، ومرة إلا جات في الهضرة يعني نهضروا على داك المرض، ولكن كنهضروا عليه وما نطولوش في الهضرة، وندوزو يعني ونقضيو الأغراض ديالنا اليومية بشكل عادي. وتقبل المرض يعني تقبل المرض فشي حاجة اللي أولا كنتقبلو يعني القضاء والقدر ديال الله سبحانه وتعالى، فهذا تيكون يعني ابتلاء أولا. وثانيا خصنا يعني ما نتحرجوش من طلب المساعده، لان هادشي راه ماشي ضعف ولكن قوه في حد ذاته. نطلبوا من الناس المساعده اللي دايرين بينا، وهادشي حتى هما راه كيحسون بانهم كيقدروا يديروا شي حاجه لك. كيفيه التعامل مع المرض يعني في لونتوراج ديال الاصدقاء في والمعارف، فهنا تنصحك انك يعني ماشي بالضروره كلشي الناس تقول لهم يعني بطبيعه المرض ديالك، اولا تهضر معاهم على المرض ديالك. بالعكس خصك تختار الناس اللي كتثق فيهم واللي كيحسوا بك يعني باش تشارك معاهم هذيك التفاصيل كامله. وهنا وانت يعني كتمر في الرحله ديال المرض ديالك ورحله التشافي ديالك، خص ضروري كذلك تشارك النجاحات ديالك. مثلا تشارك مع الاصدقاء مع العائله ديالك اللحظات الايجابيه، مثلا لا تحسنتي، مثلا نجحت لك واحد العمليه، يعني انجاز راه درتيه رغم المرض ديالك. وهذا يعني كيحول تركيز الناس اللي دايرين بك من المرض الى الانتصار. وحنا كنهضروا على المرض فضروري نذكروا مرضى السرطان الله يشافيهم ويعافيهم يا رب. غادي نهضروا على التغييرات النفسيه والعاطفيه اللي كيواجهوها، والتغييرات كذلك كيفاش يتقبلوها. فهنا يعني العلاج والتوتر كيقدروا يعني يديروا واحد الاضطرابات في الهرمونات والمزاج ديال المريض، وهذا الشيء كيحتاج لواحد التقبل من نوع اخر. فمثلا يعني تيكونوا بزاف ديال التغييرات منها تقلبات المزاج، تيكون القلق. فهنا كنبغي نقول لك اخي او اختي، عطي لراسك الحق انك يعني تحس وتقبل هذا الاحساس. يعني تقبل الغضب، تقبل الخوف، تقبل الحزن، فهذا طبيعي جدا، وهذه المرحله اعتبرها يعني مرحله ودايزه. كذلك من بعض الأعراض يعني تتكون الضبابية في التفكير. هذه ظاهرة معروفة يعني لبعض المرضى كيحسوا بصعوبة في التركيز، أو لا كينساو بزاف. فهنا كنبغي نقول لك يعني كون لطيف مع راسك واستعمل واحد الدفتر اللي نقدروا نوطيو فيه يعني ولا نقيدوا فيه المعلومات باش ما يتنساوش علينا، فما فيها باس. هنا يعني كنحاوروا النفس ديالنا وكنقولوا بان هذه راه فتره ودايزه. كذلك تيكون الشعور بالوحدة أو اللب بواحد العبء، بواحد الثقل. وهنا كنصحك انك يعني تقرب من الاصدقاء المقربين فقط وتهضر معاهم باش تخفف عليك. وكذلك ممكن تستعن يعني بشي جلسات مع طبيب نفسي تيكون مختص، كيخليك تحس بانك راه ماشي بوحدك، وكيعاونك يعني في التفهم ديال دوك الاحاسيس اللي نسبيا كتكون جاتك غريبه في بدايه المرض. كذلك من بين الأعراض أن تيكون الخوف من المستقبل، وهذا شيء اللي تيكون رهيب جدا. فهنا كنبغي ننصحك أنك تركز على يعني اليوم ديالك فقط، على النجاحات الصغيرة اللي كديرها، وتعتبر هذوك النجاحات الصغيرة هي انتصار كبير بالنسبة لك. وما تفكرش زعما أو ما تفكرش أشنو جاي من هنا لقدام، باش تكون مرتاح وكتعايش مع الانتصارات اللي كتعيش كل نهار. وهنا هضرنا على التغيرات العاطفية والتغيرات النفسية، وكذلك راه كاين يعني تغيرات اللي كتكون جسدية اللي كتمس بالشكل ديالنا. وتا هي يعني تيكون صعيب التقبل ديالها في البداية. ومن أهم التغييرات يعني اللي كتوقع على الجسد ديالنا هي فقدان الشعر، واللي بزاف ديال الناس يعني كيتصدموا من هذا التغيير هذا. ويعني هنا بغيت نقول لكم بان الشعر يعني اعتبروه واحد الحاجه اللي اضافيه، ما تركزوش على الشعر ولكن ركزوا على الصحه واش غاديه في التحسن. اما بالنسبه للشعر فممكن يعني نختاروا اننا نديروا باروكه، نديروا شعر مستعار، او لا يعني ندير واحد الفولار. وكان احسن اذا تقبلنا رسمه كيف ما حنا وما نديروا حتى شي حاجه، ونعتبروا ان هذا سقوط الشعر يعني انه تغير تيكون مؤقت، ونركزوا كيف ما قلت لكم على الصحه اللي كترجع مع كل حصه علاج. كذلك يعني من بين التغييرات المهمه اللي هي التعب الشديد،
وهنايا نبغي نقول لك انك عطي الاولويه لراسك وتقبل ان قدرتك على القيام يعني بالمهام نقصت، لان هذا شيء طبيعي. ما تلومش راسك الا ارتحيتي، بالعكس خصص واحد الوقت اللي يكون كبير للراحه ديالك، لان في هذه المرحله غادي تكون اهم حاجه يعني. واطلب المساعده في الاعمال يعني اللي كتكون صعيبه عليك او لا ما تقدرش ديرها. كذلك تيكونوا تغييرات في الوزن، وتيكونوا بعض لي سيكاتريس او لا بعض الندوب اللي تتكون يعني ناتجه عن بعض العمليات. فهنا كنبغي نقول لك ركز على الوظيفه ماشي على الشكل، لان الندوب سواء كانت يعني من جراحه ولا غيرها فهذا دليل يعني على القوه وعلى الركه اللي كتخوضها، ودليل على انك راه غادي في رحله الشفاء وكتواجهها يعني بواحد الطريقه اللي مزيانه. استثمر يعني في ملابس اللي تكون مريحه وكتخليك تحس بالثقه في النفس. اما بالنسبه للتغييرات اللي تتكون يعني ظاهره على البشره وعلى الاظافر، وهنا خصوصا تتكون يعني في خلال مرحله العلاج الكيميائي بالنسبه لمرض مرضى السرطان، فهنا تقدر يعني تعتني يعني عنايه ذاتيه كترفع عليك شويه المعنويات. نقدروا نستعملوا يعني كريمات مرطبه، اكيد باستشاره الطبيب. نقدروا نطلعوا شويه النفسيه بالنسبه للنساء، يعني نديروا مكياج اللي يكون خفيف بزاف، حتى هو كيعاون ان المورال ديالنا يعني تيكون شويه مستقر وهادئ. يعني اون جينيرال الاهتمام بالنفس، تهتم براسك ما تخليش فكره تاع المرض انها تسيطر عليك. وهنا وحنا في هذا البودكاست كنهضروا يعني التعايش وتقبل الامراض اللي كنعانيو منها، فضروري ما نهضروا يعني على كيفاش نرفعوا من المناعه، لانك تعرفوا بان المناعه راه هي كل شيء. نرفعوا المناعه، اذا كانت المناعه مرتفعه فتيكونوا نتائج اللي كتكون ايجابيه على الصحه ديالنا. وهنا غادي نبداو بالتغذيه السليمه. التغذيه السليمه اللي مهمه جدا جدا بالنسبه يعني الناس اللي عاديين وبالاخص اللي مرض. نركزوا على الخضر والفواكه. نركزوا كذلك يعني على الالوان اللي تتكون في الخضر وفي الفواكه باش ناخذ منها جميع الفيتامينات ومضادات الاكسده اللي تيكونوا الاجسام ديالنا محتاجين ليها. ثانيا نركزوا على الترطيب. الناس بزاف اللي كيديروا يعني تريتمون شيميك يعني تيكونوا محتاجين للترطيب. شرب الماء الكافي يعني على الاقل يعني واحد 8 الكيسان في النهار مهم بزاف، باش مهم بزاف الوظائف ديال الجسم يعني كامله. نتجنبوا السكر او لا نحيدوه باستشاره الطبيب او لا نقللوا منه. نحيدوا الاكل المصنع، الدهون المضره. كذلك بغيت نهضر لكم على الرياضه اللي مهمه جدا. نحاولوا نختاروا النشاط المناسب لينا، ماشي بالضروره يعني تكون واحد الرياضه اللي هي عنيفه، ولكن نقدروا نديروا المشي الخفيف، نقدروا نديروا اليوغا اللي كتناسب يعني بزاف، كتعاون في الاسترخاء وفي الهدوء. ولا اي حركه يعني كيسمح لنا بها الطبيب ديالنا لاي رياضه اللي كتقدر تقوي لنا الجسم والمزاج في نفس الوقت. وما نساوش نهضروا على النوم الجيد. يعني النوم الجيد 7 حتى 8 ديال السوايع في النهار يعني كيخلي الجسم انه كيرمم راسو وكيعاود يقوي المناعه اثناء النوم، وهذه شي حاجه اللي مهمه لينا بزاف بزاف. وما نقدروش نهتموا يعني بالصحه الجسديه بلا ما نهتموا كذلك بالصحه النفسيه، اللي حتى هي عندها دور اللي هو كبير بزاف. نقدروا نمارسوا التامل ولو لدقائق قليله يعني يوميا، كتساعد على تخفيف التوتر، على يعني تقبل اللحظه الحاليه. كذلك ما نساوش الهوايات ديالنا، نمارسوا شي حاجه اللي كتعجبنا وكتخلينا يعني نتجاوزوا ديك المرحله ديال التفكير في المرض. يعني هوايات اللي كتكون عاديه بحال القرايه، بحال الرسم، بحال الطبخ الى اخره. نحاولوا نخلقوا واحد الاجواء من الضحك، يعني نشوف الحوايج اللي هي ايجابيه. حتى الا خديت التليفون وبغيت نتفرج في شي حوايج فنحاول نختار فيديوهات ولا برامج اللي كتكون مضحكه. فالمعلوم ان الضحك يعني راه دواء طبيعي حتى هو، وراه مقوي المناعه. ومن بعد هادشي كله ما نساوش الالتزام، يعني نتبعوا التعليمات ديال الطبيب ديالنا حرفيا، وناخذوا الادويه يعني في الوقت ديالها، ونهائيا ما نوقفوش العلاج بدون استشاره الطبيب المختص. دونك كخلاصه نقدر نقول لك بان تقبل المرض هو قرار يعني باش تخلي المرض جزء من حياتك ماشي حياتك كلها.
بالصبر أكيد، بالعناية بالذات، بالدعم من اللي كتحبهم، وممكن تعيش يعني حياة سعيدة رغم هذا التحدي الكبير. تقبل المرض يعني أنك تشوفه يعني دايز في واحد المرحلة اللي هي قصيرة، مرحلة اللي يعني عابرة كيف ما تنقولوا، ونهائيا ما تفكرش بأن هذا المرض هذا غينقص من القيمة ديالك أو لا من الجمال ديالك أو لا حتى من القدرات ديالك. يعني إلا تقبلتي التغييرات اللي كتجي من بعد المرض والمرض ككل، فهذا جزء من الرحلة غتقدر تركز على طاقتك وتعايش وتشافى إن شاء الله، يعني بطريقة اللي تدريجية، عوض ما نضيعوا يعني هذيك الطاقة في مقاومة الواقع. التقبل هو أنك تقول بأن هاد التغييرات اللي كتجيني مع المرض يعني تغييرات مؤقتة، ولكن مازال عندي إن شاء الله القوة باش نعيش حياتي كيف ما بغيت. نتمنى إن شاء الله البودكاست ديال اليوم يكون راقكم، وإن شاء الله نتمنى الشفاء لجميع المرضى من أي مرض. دمتم في أمان الله.